نصيب زي ما كتير قاعد تخيب، ولا عايز ينجح ما بينوم، وكتر المحاولة ما هو عيب. لازم تصيب زي ما كتير قاعد تخيب، ولا عايز ينجح ما بينوم، كتر المحاولة ما هو عيب. بلدي الموهط في النعم نادانا نحن نقول نعم، نبني ونحن من الصفر وفوق جمال كل الأمم. بلدي الموهط في النعم نادانا نحن نقول نعم، نبني ونحن من الصفر وفوق جمال كل الأمم. يا ناس كفانا شتات وضيم، وحدتنا بتزيل الألم. سوداني بس من غير جهاد، خلوها قبلية السجن. سوداني بس من غير وصي، سوداني بس ياهو الاسم. سوداني بس من غير وصي، سوداني بس ياهو الاسم. شركة الصويت الرشيد للاستثمار المحدودة، الوكيل الحصري لمنتجات SDLG. القصة دي حصلت لي قبل 7 سنة. كنت شغال مع زول اسمه عبد الباقي، سارح له بالبقر. عندك شنو هنا عامل ايه؟ رضوان خليت لكم الحله كلها رضوان، الحقيني تاني عشان بيدوروا عندي. ولو وراك مكاني منو؟ مشيت لصاحبك الخير، هو دلاني عليك. الخير؟ ده حالي انا قلت له ما تكلم زول بمكاني، هو ما داري يكلمني الا لما عرف الخبر جابني وراني. رضوان الما تاني منو؟ شكرتك على الله يا صليحة يا بنتي. تبغي تعملي سمعة في الحلة؟ تعالي هنا. كنت وين؟ يا أمي راسي واجعني، خليك الله خلينا نوم. إن شاء الله تنومي ما تقومي. كنت وين؟ يا أمي محدثك الصباح، هسه خلينا نوم بس. أحمد الله مليه وما شافك، والله لو شافك كان قتلك الليلة. تقولي شنو هو أبوي؟ البول اللي شقك أبوك بيعرف لك شنو؟ خلاكي شافعة دم أحمر. زينب أي مليوة البنت دي لها هسه نايمه زينب؟ ما مرقت علي، كذا نمشي نتويرها. ابوي لها هسه ما يشرب القهوه؟ ده كلام يا زينب. والله قلت لنا نقوم نسويها لك، قال لا إلا صليحة. ومالي ما تورتيها؟ أمس بالليل قالت حاسة شوية، مالي عندها شنو؟ قالت راسها موجعة. زينب ما في زول خارب البيت دي غيرك انت ودلعك ليها. انا مارق على السوق وامشي توري البيت دي. سامع؟ البيت دي حسي قدرك ولا نديتك؟ خلي شغلتك وقاعد قصادها. يابا قول يا مليوة. زينب فاتت تتوير بيتها تسوي لك الجبل. سامح خير، بس خليها تسوي على راحة. والله البلد اللي احكوا ليها ده يابا شي خارب البيت دي ما في. والله انت ساكت ما بتدورة، ما بتدورة. هسه سويت لكم شنو؟ ما كتر خير الملك علينا حياتنا وعوضتنا فقدام بناتي الثلاثة. يا بنت صليحة قوم اصحي كفاك نوم يا أخي، ما دام الكلام مع مليوانة. يا بنت صليحة، يا بنت قومي تقوم قيامتك. صليحة 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 اتكلم معاك أنا. صليحة بنتيس اتكلم معاك يا بنت صليحة. صليحة بنتي تعالي. صليحة
مليو ها يصح صريحة ماتت. صريحة مني؟ كيف صريحة مني؟ صريحة بنت أختك. بنت أختي منو هذول؟ أختك زينب ماتت. أختك زينب. زينب أختي أنا؟ زينب منو؟ يابا نستر. مليوة، أنا كلمتي واحدة، صليحة ما حتندفن. يا بيت مؤمن وإكراما ما يدفنوا. أنا بعرف في الدين، الصبر ده أنا عارفه كويس. أنا دافن 3 بنات من غير ما أهتز. وبارك المرة دي حصل لك شنو يا أبوي؟ أبوها جالسة في الشارع. أبوها عارف لها شنو؟ أبوها خلاها عمرها شهر يابا. برضه في النهاية أبوه وشايل اسمه، لازم يحضر دفنه سترته. الحمد لله على ما أراد الله يا عم الزين. الحمد لله. حقيقة أنا عاوز أشكرك كونه إنك أنت ضربت لي وحضرتني دفن بنتي. بنتي ما بعرف عنها حاجة من يوم أنا طلقت أمها، والزي ده ما مفروض يضربوا لي ذاته. لا يا أبو خاري ما تقول كده، ده حقك. هكذا أنا جاي أودعك عشان مسافر. ربنا يعدل طريقك. ودعتك الله يا عم الزين. سبحانك الله. أبوي أنا ذاتي مسافر يا أبوي. ماشي وين؟ أي مكان لغاية ما روحي تطيب وأنا أجيكم راجع. يا أمي اي اخدت شنو؟ اشترينا شيرة جد عليها إلا الشباشب ديل. ولا شنو ما اخدتوهين؟ شاي علم لقيناهم كبار، كنا نرجع سوق الجمعة. فرحانة لك والله يا بنتي، لكن زعلانة انك راحلة مني. كورك لي بالحيطة دي بسمعك، الوزن عم راحة دي يقول مودينا الخرطوم. حبيبتي احنا اللي خطيبتك يا رضوان. احنا اللي عروس. يا بحر. اي يا عبد الباقي. قالوا تسرح ببقر الحلة معاه بقري. الحدثك منه؟ صحيح ولا ما صحيح؟ وفك شنو انا عبد الباقي؟ يفيك راسك ده، ناس الحلة ديل فيهم زول مسكنك معاه؟ لا والله. اللماك من الشارع منو؟ النصيحة هي ده، الا انا قلت هين كلهن 7 بقرات، يعني بسوي لك شنو ينسرحن معانا. بباي قال لي بقري ده في اللكن وبيشغلنك انت ذاتك. اجلها قط الرحمن ده في قلبك، والله إن علي لك الخالد ملا انا كل بعدين انا قلت ذاتي يعني اسرع بين وازيد بين مصاريفي. خلاص خلي لي بقري وامشي اسرع ب7 بقرات وشوف لك مكان اسكن فيه. انا ما جد على كده يا عبد الباقي. خلاص ما في بقر يسرح مع بقري. عديلة إن كلهن 7 بقرات بيسوي لك شنو؟ ناس ما مترحمين قط الرحمن ده في قلبكم، بلد فيها نيل حدادي مدادي لا تجوع لا حيوان ولا بشر. سبع أيام يا صالحة يا بنتي، راس ما كسرت هجبني من بعدك تاني. هرمان علي. الجبن الموزونة في الزمن الموزون. يا سلام عليك، أنا جبنتك دي بوزن بيها ساعتين. يلا يا جدي بكيرة وتنية وتلتا.
بالحيل بالحيل. انت قلت لي حبيبتك كانت بتقول شنو؟ قالت فكرنا ما فكرنا، تنينا وكرنا، سلكنا. ما تذكرنا. ايوه ايوه ايوه. بخاري، يا عم زين كيفك؟ ازيك؟ يلا ان شاء الله تمام. طيب. الله يبارك فيك. الحمد لله. في الحقيقة أنا جايك في موضوع، ونحن ناس أهل يعني، وربنا يقدر اللي فيه الخير. ربنا يقدر. هاي لكن الموضوع بيقولوا في الباب. تفضل خش، تفضل خش، تفضل. تفضل خش. يا اخواني، وخالد ده جابه شنو؟ الله يستر. خير يا ولدي. شوف يا عم زين، قبيل أنا قلت لك إحنا ناس أهل، عشان كده الموضوع جاي يتناقش فيه ومعاك ده لازم يكون في سرية تامة. أنا داير أعرف بنتي ماتت كيف. أنا داير أعرف بنتي ماتت موت طبيعي ولا اتقتلت؟ تقول شنو؟ ومنو ولا شنو؟ ما ده جاي عارفه أنا ذاته. ما عقلنا لك، قلنا لك امها جات صحيه لقيت سلمت الروح. عموما الطب الشرعي هو اللي بيحدد. طيب شرعي؟ بعد ما اندفنت؟ ما هي المشكلة وين يعني؟ ننبش القبر ونودي الجثة المشرحة. فين يا بخاري؟ بتوصل تجيب لنا فضيحه؟ فضيحة في شنو؟ يا تزول عندنا اندفن فتحنا قبره. أنا ما عندي غرض بين الناس، وأنت يا عم زين بتخاف الله، وده حقي. يا قلب، انا ما وريتك انت اليومين دول بقيتي شغاله معاي ما تمام. حاجه ما طايعه ما تجيبيها لي، حاجه متفلسفه ما تجيبيها لي، حاجه شينه اكيد ما تجيبيها لي. تمام تمام. جبت اللبن وراجع الزريبه قالوا لي انت دايرني. ما ترجع الزريبه تاني. انا مش وين؟ والله انا جبت زول بدلك. شنو لكن؟ والله بقري وانا حر فيه. هي بقرك وانت حر فيه، لكن انا قصرت في شنو؟ ارحم ورايا اديك باقي حسابك. بخاري ده ما رجع ساكت. كده ذكري لي البنت قبال ما تموت كانت وين؟ ابوي، انت بتصدق كلام بخاري ده؟ هو بيعرف لها شنو عشان يحفي القبوره؟ الكلام ده لما كانت البنت حيه، لكن طالما ماتت من حقه يعرف ماتت كيف، ومن حقه يمشي النيابه ويحفر القبر. يعني انت موافق القبر يتحفر؟ ما انا اللي بوافق ولا انا اللي برفض، البلد دي فيها قانون. انا كل المذكراه يا ابوي، صليحه دي جات وقالت راسها واجع وخشت نامت. اها وتاني واتلامضت معاي وانا ضربتها. ضربتيها وين؟ ضربتها في راسها. في راسها؟ زول يقول لك راسي موجعني تضربي في راسه؟ اليوم ده مشت ناس صاحبتها واتاخرت، انا خفت مليه ويشوفها ويشاكلها. مين دربك ده؟ تمشي تجيبي لي صاحبتها وخطيبه. لشنو يا ابوي؟ لازم نكون جاهزين وعارفين بنقول شنو كم مشينا المحاكم. محاكم؟ طالما في نيابه اكيد في محكمه. اضرب لاخوك خليه يجي. سمح. الراضي عبد الباقي، المات منو يا زول نازل من طلقه على المغابر كده. لا لا ما في زول مات، دي صبيحه بنت ابويا زين ماشيين يبحثوا قبوره. ده كلام شنو ده يا اخواننا؟ الحله دي جابت لها بدع وعدمة الكبير. التغيير الطبي يا ابوي يقول انه جاها نزيف في الجمجمه،
نتيجه لضرب اله حاده فقدت وعيها، بعد ذاك تاني استعادت وعيها. ضربها منين هكي؟ ده الداير عارفه انا. ده الدليل نعرفه نحن اللي ولدنا وسهرنا وربينا، مش انت اللي خليت عموره شهر. يا اخي قولي ما بعرفها ذات ولا شفتها اصلا، لازم اعرف القتله منو وليش شنو، وده المهم. انت في راسك في شنو يا بخاري؟ شوف يا زين، البيت ده فيه انت وفيه دي وفيه مليوه والولد اللي قلته خطيبه ده. الولد ده انا خاله ومتربي معانا هنا في البيت. معنى حديثك ده يعني نحن الاربعه فينا واحد قتله؟ شوف يا رضوان، البلاغ مفتوح لسه ما اتشطب، خلوا القانون ياخذ مجراه. جات بالحسنى عرفناه اوكي، ما عرفناه بالحسنى القانون يجري مجراه بس. قول انا قلت لك انا قتلتها، بتعافاني؟ والله كان في شيء بعيبنا بعفاك. انت حاسب نفسك واحد مننا لما تقول بعيبنا؟ انا قلت لو بعيبنا، بعدين البيت بنتي ويسيما مقرون في اسمي. صليحه بنتي وما بتعمل العيب لما يقتلها فيه. وانا قلت ان سوت العيب بعفي، غير كدي انا ما بعفي. عفقدوا ما في منو، يا خلوا القانون ياخذ مجراه. السجن ده لسه ما فتح تلفونه؟ لسه يا ابوي. بكون فاتنا صاحب الخير. على كده امشي اركب بوكس النوراني ده فتش وجيبه عليك الله. سامح يابا. كلام بخاري واضح يا زينب، هو متهم مليوه. وقعادك هنا يا ولد خالي يثبت عليك التهمه. فعلا أنا قتلت صليحة رضوان، قتلتها يوم قسيت عليها، قتلتها لما ما عاملتها إنها هي كطفلة، قتلتها لما ضيقت عليها الوازعة، لكن أنا ما بكرهها يا رضوان. قوم قوم يا ولد خالي ورح قوم. عليك النبي ده كلام شنو؟ قاعد لك في بيت سقيف ما فوقه، عبد الباقي جابك من الشارع هيك وفكاك في الشارع، انت قاعد روح على بحر حاسس اكيد لك فوق بيت، ده مو شارع. هو شارع شنو؟ مو الوحدة حسي في زول سال منك يا بحر. يا ربي البقرات بيكونوا مشتاقين لي. بحر هوي الله نشتاق لك كان جنك جاري الجري. يا حليلك يا بحر بقيت ملطشة. كتر خيرك يا عبد الباقي، من الشارع للشارع. وده بيت منو؟ يشهد الله يا زينب أنا ما قتلتها، يشهد الله. اسمع ابوي، بدور يقول لك كلام. فاضل 3 يوم للمحكمة، لازم نكون مرتبين. نعمل شنو؟ اليوم داك جاتني المرحومة وقلت لي ماشي ذاكر مع صاحبتها بنت مبارك، وانت جيت ماشي دخلت الحمام استحقيت وشلت عكازك وقلت ماشي النادي. يا أبوي أنا بشيل عكازي في الزمن ده وبمشي على النادي، لكن لما جيت راجع العكاز ما كان في يدك. اي بالصح. انا لما قعدت العب في الكشتين حطيت العكاز تحت، لما جيت راجع العكاز ما لقيته يا ابوي. العكاز اتلقى في زقاق وفي اثر من المرحومه. ومعنى كلامك ده شنو يا ابوي؟ معناها اني انا مستتر على مجرم في بيتي. اقسم بالله انا ما قتلت بيت بنتي. اقسم بالله ما قتلتها يا ابوي، يا ناس اقسم بالله انا ما قتلتها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هرمنا يا ابو زين. جمال الله يبارك فيك. بعد ما نمشي. مشي وين؟ نمشي الجلسة. لا مش نمشي كيفين يا ابو زين برانا؟ حجنا انت بتدورني احضر اعدام ولدي؟ يا ابو زين هذا بدي الجلسة الأولى. امشي انا ما ماشي.
عبد الباقي جابني من الشارع وفكاني في الشارع، إلا أنا وسدته المشنقة. رسلني قال لي مش النادي أسرق لي عكاز مليوة. قلت له داير شنو؟ ليه ده عامل له مشكله وانا خايفه يعمل له جريمه. أيوة فهمتك، يعني أنت ما داير المشكلة تكبر. بالحيل. لا خلاص أسرقوا لك تب. ليه يا الواقف لي في طريق ارسي منه اختك زينب الليله بزحكني ومشي. اما البنيه الصغيره اللي شافتني مع بنت الشفيع الليله بضربها لك وخاله يا عصايا واحده. أنا الكلام اللي قاله في سره ما خبرته، لكن في المحكمة شهدت بل بعرفه. بعد جبت له العكاز قال بيها كني، باريته بالطوالة. شفته ضرب لي بنت صغيرة في العكاز في نص راسه. ده قلته قدام مولانا وهو احترى بالباقي. في زينب تحرسك لشنو؟ كانت مختلفة مع راجلها في شان السكر، وهسي هو تاب. لكن انا محتاج احنا اثنين جايبه 3 كباب لشنو؟ صليحة صليحة أهلا. لازم تصيب زي ما كتير قاعد تخيب، ولا عايز ينجح ما بينوم، وكتر المحاولة ما هو عيب. لازم تصيب زي ما كتير قاعد تخيب، ولا عايز ينجح ما بينوم، كتر المحاولة ما هو عيب. بلدي الموهط في النعم نادانا نحن نقول نعم، نبنيه نحن من الصفر وفوق جمال كل الأمم. بلدي الموهط في النعم نادانا نحن نقول نعم، نبنيه نحن من الصفر وفوق جمال كل الأمم. يا ناس كفانا شتات وطيب، وحدتنا بتزيل الألم. سوداني بس من غير جهاد، خلوها قبلية السجن. سوداني بس من غير وصي، سوداني بس ياهو الاسم. سوداني بس من غير وصي، سوداني بس ياهو الاسم.